قبل اي حاجة حابة اشكركم جدا على تفاعلكم مع الفيديوز، وكمان الكومنتس الحلوة اللي بتكتبوها لي. بجد شكرا من كل قلبي على دعمكم ليا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اننا هنبدأ خطوة جديدة، وهي ازاي توصلي لأفضل نسخة من نفسك. الفيديو اللي فات بدأت معاكم بخطوات بسيطة جدا تعمليها علشان تبدأي رحلة التغيير. فيديو النهاردة زي ما شفتوا من العنوان هنتكلم عن حب الذات، وازاي تحبي نفسك. مش بس تحبي نفسك في الفترات الكويسة ولما تبقى الدنيا ماشية تمام، ولكن ازاي تحبي نفسك وهي في أسوأ حالتها. تابعوا معايا الفيديو، وما تنسوش الورقة والقلم لان دي هتبقى صديقنا خلال الرحلة. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. انتي بتحبي نفسك بجد، ولا بتحبي نفسك لما تبقى الدنيا ماشية تمام وسهلة ومفيش اي ضغط؟ لو حسيتي انك مش قادرة تردي على السؤال يبقى الفيديو ده علشانك. النهاردة هنتكلم عن ازاي تحبي نفسك بجد، مش بس بالكلام لكن بالمواقف والافعال والتفكير الصح اللي يخليكي تشوفي نفسك بطريقة مختلفة. اول حاجة محتاجة انا اوضحها، لان بشوف بنات كتير قوي بيخافوا يقولوا ان هما بيحبوا نفسهم لمجرد ان هيتقال عليهم لقب انانية. لان حب النفس حاجة اصلا والانانية حاجة تانية. حب النفس هي انك تحبي نفسك، تهتمي بنفسك وتديلها المشاعر والاهتمام اللي هي محتاجاه. لكن الانانية هي انك تاخدي كل حاجة وتفكري في نفسك وبس، من غير ما تقدري اللي حواليكي او من غير ما تهتمي للناس اللي حواليكي. ده الفرق بين حب النفس وبين الانانية. الاتنين ملهمش علاقة ببعض. حب النفس حاجة والانانية حاجة تانية. فما تخافيش انك تقولي انك بتحبي نفسك. هقولك على بعض الحاجات لو لاحظتيهم في نفسك فاعرفي ان انتي مش بتحبي نفسك بالشكل الكافي. اول حاجة هي انك بتقارني نفسك بغيرك. مثلا تيجي تفتحي السوشيال ميديا، اي وسائل تواصل اجتماعي، وشفتي مثلا واحدة ناجحة، واحدة حياتها ماشية تمام، واحدة ستايل لبسها حلو وشكلها امور، فتبدأي تقارني نفسك بيها. بصي، كل واحد ليه نمط حياته، وكل واحد عارف حياته ماشية ازاي. فانتي المفروض تركزي على نفسك اكتر، ما تركزيش على اللي حواليكي، ما تقارنيش نفسك بغيرك دايما. وكل واحد عنده حاجة مميزة وانتي لسه ما اكتشفتيش قدرتك وتميزك الحقيقي، فعلشان كده بتقارني نفسك بغيرك دايما. تاني حاجة انك بتخافي تاخدي القرارات، او بتخافي تعملي اي حاجة خوفا من رأي الناس. يعني بتخافي مثلا تلبسي ستايل انتي بتحبيه، بتخافي مثلا تدرسي حاجة بتحبيها. كل ده علشان كلام الناس ورأيهم. طول ما انتي شايفة ان انتي هتمشي بكلام الناس ورأي الناس، فانتي كده اعتقد شايفة ان انتي ما تستحقيش تعيشي الحياة اللي تناسبك. اهم حاجة تعيشي الحياة اللي تناسبك، بس تكون الحاجة الصح والحياة المناسبة اللي مش بتعارض لا ديننا ولا عاداتنا وتقاليدنا. ورأي الناس وكلام الناس بالنسبة لي ده شيء مش مهم، لان الناس كده كده هيتكلموا. ورأي الناس اعتقد ما بيبقاش مهم، لان الناس بتحب كتر الكلام. نجحتي هيتكلموا، فشلتي هيتكلموا، ماشية صح وحياتك بيرفكت وما بتعمليش ولا غلطة، كده كده الناس هيتكلموا. فأنا من رأيي ابدأي تجاهلي كلام الناس وعيشي الحياة اللي شايفاها مناسبة ليكي، بس ما تعارضش عاداتنا وتقاليدنا ولا ديننا. تالت نقطة تدل انك مش بتحبي نفسك كفاية. لو بتسمحي للناس يقللوا منك، لو الناس بيقللوا منك طول الوقت، لو حد بيعاملك بطريقة وحشة وانتي ساكتة، او بتسمحي لأي حد انه يقلل منك، فده معناه انك مش مقدرة قيمتك كفاية. ما تسمحيش لحد يقلل منك مهما كان هو مين.
علي من قيمتك وارفعي قيمة نفسك، وما تسمحيش لحد يعاملك بطريقة وحشة او يعاملك بمزاجه. ولو كويس هيعاملك بطريقة كويسة، لو مزاجه مش كويس هيعاملك بطريقة وحشة، وما تسمحيش بكده. لا، الشخص يعاملك بطريقة محترمة وطريقة تناسبك وتعلي من قيمتك، تمام. مش هيعاملك بالطريقة دي، اعتبري الشخص ده مش موجود واقطعي معاه. ما تسمحيش للناس تقلل منك. النقطة الأخيرة اللي بتدل انك مش بتحبي نفسك، وهي انك مش بتدي وقت لنفسك. لو يومك كله بيروح ما بين الدراسة او الشغل او مع الناس ومش بتدي لنفسك فرصة، فده معناه انك مش بتحبي نفسك، لانك مش عايزة تقعدي مع نفسك اصلا. فابدأي ادي وقت لنفسك خلال اليوم، تقعدي مع نفسك، تفهمي مشاعرك، تفهمي افكارك اكتر. نيجي بقى لازاي تحبي نفسك بجد، وده الجزء الاهم في الفيديو. اول حاجة، غيري كلامك الداخلي. لما طول الوقت هتقعدي تقولي لنفسك انا فاشلة، انا مش هعرف اعمل الحاجة دي، مش هعرف انجح، انا مش هعرف اعمل حاجة في حياتي، انا مش كفاية، فده هيأثر اصلا على ثقتك بنفسك، فبالتالي مش هتعرفي تحبي نفسك اصلا. انا انفعلت، بس بجد الموضوع مستفز، لان انا بشوف بنات كتير قوي كده. فلو سمحت غيري طريقة كلامك عن نفسك، ابداي تكلمي مع نفسك بطريقة ايجابية وطريقة لطيفة. وعلشان كمان تزودي اكتر من انك تحبي نفسك وتغيري كلامك الداخلي، وهو انك تكتبي. بالمناسبة احنا قلنا الورقة والقلم اصدقاء في السلسلة دي، فهتجيبي ورقة وقلم وتبدأي تكتبي كل يوم مثلا جملة إيجابية عن نفسك. تقدري تكتبي مثلا أنا شاطرة، أنا هقدر أحقق أحلامي، أنا مش لازم أكون مثلا كاملة علشان أكون سعيدة في حياتي. اكتبي جمل إيجابية كل يوم. لما تبدأي تكتبي جمل إيجابية عن نفسك، مع الوقت هتحسي إنك بقيتي أحسن، هيبدأ كلامك عن نفسك يتغير، هتبدأي تشوفي نفسك بطريقة مختلفة. فاكتبي كل يوم جملة او جملتين ايجابيين على نفسك. وبالمناسبة ياريت تبقي ماشية على طول بنوت صغيرة زي دي. دي بالنسبة لي صديقة ليا في اي مكان وفي اي وقت، وخصوصا اصلا ان بيجي افكار كده في لحظة وانتي مثلا برا، بتبقي محتاجة تكتبي الافكار دي في نفس اللحظة، لانك لو وصلتي بعد كده البيت بتحسي ان الافكار دي بتطير، والكلام اللي بتبقي عايزة تكتبيه بيختفي. فجيبي نوت صغيرة زي كده، خليها معاكي في كل مكان. تاني نقطة، عاملي نفسك زي ما بتعاملي الأطفال البيبي. عاملي نفسك بجد زي ما بتعاملي الأطفال. انتي بتعاملي الأطفال ازاي؟ بتعامليهم بكل حب وحنية وهدوء ولطف. عاملي نفسك كده، أو عاملي نفسك زي ما بتعاملي أقرب صاحبة ليكي. شوفي انتي بتعاملي اقرب صاحبه ليكي مثلا ازاي، لما مثلا بتعمل غلط، او لما بتعمل حاجه هي مش حباها، بتدعميها وبتحاولي تنصحيها بكل هدوء وتشوفوا حلول. عاملي نفسك بجد زي ما بتعاملي اقرب صاحبه ليكي، وافتكري دايما انك تستحقي الحب والاهتمام ده. نقطة رقم 3، اهتمي بنفسك جسديا وعاطفيا. مش بس تهتمي بشكلك ومظهرك الخارجي وستايل لبسك، كمان اهتمي بصحتك، اهتمي بأكلك، واهتمي بنومك، حاولي تنامي نوم كفاية، وكمان اهتمي براحتك النفسية. كل دي حاجات بتساعدك جدا انك تفهمي نفسك اكتر وتحبي نفسك اكتر ويبقى عندك ثقة في نفسك. وابعدي تماما عن العلاقات اللي بتستهلك طاقتك. ابعدي عن العلاقات اللي بتحسي فيها انك مش مرتاحة، لان العلاقات اللي مش بتريحنا وبتستهلك طاقتنا دي علاقات غير صحية. وقربي من ناس بتحبك بجد وبتدعمك. رابع نقطة، ودي الأهم بالنسبة لي، اتعلمي تقولي لأ لما تحتاجي. اتعلمي تقولي لأ لما تبقي مش عايزة تعملي الحاجة دي. حب النفس هي انك تحطي حدود. لما حد يطلب حاجة وانتي مش عايزة تعملي الحاجة دي او مش هتقدري تعمليها، قولي لأ بكل صراحة ومن غير ما يجيلك اي شعور بالذنب. ده حق بالنسبة لك انك تقولي لأ على حاجة انت مش عايزة تعمليها او على حاجة انت مش حباها.
ليكي الحق انك ترفضي وتقولي لا. اتعلمي تقولي لا. النقطة الاهم على الاطلاق هي استثمري في نفسك. استثمري في نفسك، دي حاجة مهمة جدا وحاجة لا غنى عنها. اتعلمي، اقرأي، استثمري في نفسك، اشتغل على تطوير مهاراتك، اشتغل على تحسين حاجات معينة فيكي. كل ده هيحسسك بقيمتك اكتر، لان كل ما تطوري نفسك كل ما هتقدري تحبيها اكتر. وعلشان الفيديو ده ما يبقاش مجرد كلام وبس، هنعمل حاجة دلوقتي. جيبي ورقة وقلم زي ما قلتلك من بداية الفيديو. في بداية الفيديو انتي كتبتي كلام ايجابي عن نفسك تقوليه لنفسك كل يوم. دلوقتي هتكتبي اكتر 3 حاجات بتحبيها في نفسك. مثلا انتي شاطرة في حاجة معينة، انتي مثلا بتحبي نفسك علشان حاجة معينة، بتحبي نفسك علشان ستايل لبسك حلو، واثقة من نفسك. اكتبي اكتر 3 حاجات بتحبيها في نفسك. كمان اكتبي 3 حاجات حابة تطوريها في نفسك، ولكن من غير ما تحكمي على نفسك ومن غير ما تكرهي نفسك بسبب الحاجات دي. حاجات شايفة انها سلبية فيكي وحابة تغيريها او حابة تطوريها. اكتبي اكتر 3 حاجات، اكتبي اللي انت تحبيه. كل يوم بقى اقرأي الكلام الايجابي اللي كتبتيه على نفسك، تمام؟ ده هيزود جدا في ثقتك في نفسك، وده هيخليكي تحبي نفسك اكتر. كمان كل يوم ابدأي شوفي الحاجات اللي انت كاتباها وعايزة تطوري منها. هل بدأتي تشتغل على التطوير ولا انت لسه واقفة مكانك؟ وشوفي كل يوم في تقدم بيحصل في رحلتك انك توصلي لأفضل نسخة من نفسك ولا ما حسيتيش بأي تغيير. افضلي مستمرة، اهم حاجة الاستمرار. مفيش حاجة هتيجي في لحظة ومفيش حاجة هتيجي في يوم وليلة. اخر حاجة حابة اقولها ان حب النفس مش بيبدأ في يوم واحد، ولكن هي الرحلة مستمرة. هيعدي عليكي ايام هتحسي بيها بالقوة وهتبقي بتحبي نفسك جدا. هيعدي عليكي ايام ممكن يحصل دروب في اليوم، يحصل لك موقف سلبي فهتحسي بالضعف، هتحسي بالعجز، هتحسي انك بتكرهي نفسك. ده طبيعي جدا. المهم انك تكوني واعية كفاية وتفضلي تشتغلي على نفسك بدون اي استسلام. وافتكري دايما انك تستحقي الحب والاحترام مش من الناس بس ولكن من نفسك اولا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو حطوله لايك، وكمان اشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجاية. وممكن تشاركوا الفيديو ده مع حد ممكن يستفيد منه. واستنوني في الفيديو الجاي. مع السلامة.